السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة، ورجعت لكم فيديو جديد. كما كتلاحظوا رجعت لكم بجديد طبعا من بريوش كب كيك اولا بريوش مادلين. كما كتلاحظوا كيكون خفيف ورطب، والبنة يا سلام منقولش لكم على البنة. كما كتلاحظوا بالكاستر اولا كريم باتيسير اللي زينت بقليل من البيرميسيل، وكذلك 3 نكهات بالمربى اللي كيجي كما كتلاحظوا كما جمعتيه كيبقى كما هو ورطب، اللي زينت بقليل من اللوز المهرمش اولا مهراس، وكذلك بالشوكولا اللي زينت بقليل من الكوك اولا جوز الهند اللي كيجي رائع وخفيف، والشكل اللي كيحمر الوجه. 3 نكهات كما كتلاحظوا. كنتمنى يعجبكم هاد البريوش بريوش مادلين اولا كاب كيك، وكنشكركم على تفاعلات ديالكم على المحتوى ديالي. وغنمشيو للطريقه ديال التحضير والمقادير اللي كنحتاجو: نصف كاس من حليب بودره اولا حليب الغبره، نصف كاس من السكر، وكذلك نصف كاس من الزيت، بيضه كامله، ملح طبعا على حسب الذوق، وطبعا كنحتاج الخميره الفوريه ملعقه كبيره، وكيس من فانيلا من عيار اولا 8 غرام عفوا، من فئه 8 غرام، و600 غرام من الدقيق. وطبعا كنحتاجو الماء، كاس ونص من الماء. كما عودتكم دائما كنجيب لكم الجديد وكنحضروه بالطريقه كتكون بسيطه، والمكونات كذلك بسيطه، والشكل جميل والمذاق. كناخذ السكر مع الخميره وكذلك الملح وفانيلا، كنخلطوهم مع كاس ديال الماء وكنخليهم 1 دقيقه تتبدا الخميره تطلق شويه كما كتلاحظوا. وكنزيد البيضه كامله، ثم كنزيد نصف كاس من الزيت. ملي كنخلطوا العناصر ديالي جيدا كنزيد نصف كاس من نيدو اولا حليب بودره، 600 غرام ديال الدقيق، ونصف كاس من الماء. كما كنشير لي دائما فالدقيق هو اللي كيلعب الدور. كاين الدقيق اللي كيشرب الماء اولا الحليب او اي سوائل اللي كتعجنيه به، وكاين الدقيق اللي ما كيشربش. فانا خدا ليا فقط كاس ونص، والعجينه كنحاول على قدر المستطاع تكون لينه ما تكونش قاصحه. فانا استعملت نص كاس ونصف من الماء، كاس في البدايه مع المكونات والخميره، ثم نصف بعد العجين. فكنحاول نعجنها جيدا واخا كتلصق، ومن بعد غندهن ايديا بقليل من الزيت باش نجمعها بهذه الطريقه، ونخليها تخمر واحد نصف ساعه. كما كتلاحظوا بقى ليا نص كاس ديال الماء، ومن بعد نغطيها ونخليها نصف ساعه باش تخمر. بعد ما دازت نصف ساعه كنبدا ناخذ العجينه ديالي وندهن. طبعا يدي ديما يكون مع حدايا الزيت لان العجينه كتلصق ورطبه بزاف. وكنحاول ناخذها على هذا الشكل هذا، ونبدا نقطع فيها كويرات تكونوا صغار، يكون الحجم ديالهم صغار بزاف، وكنبدا نقطع فيهم. فانا الكميه ديال 600 غرام ديال الدقيق عطاتني 16 حبه، اللي يكون الحبه كتكون كنحاول تكون على قد اختها.
من بعد ما خديت 16 حبة كما كتلاحظوا، فانا كناخد الطاوة ديالي اولا الصينية وكناخد المولات الصغار اللي غندهنو بالدقيق، وكذلك المكونات اللي غنحشي بهم مربى الكاستر او كريم باتيسير، وكذلك الشوكولا السائلة. فهادو هما المكونات اولا اللي غنحشي بهم العجين ان شاء الله. والمول كما سبقت وقلت كندهنو بقليل من الزيت اولا الزبده ونرش عليه الدقيق بهذا الشكل هذا. من بعد كنبدا ناخذ العجين ديالي، كندهن سطح العمل بقليل من الزيت كما شرت وقلت. دائما الزيت كنحاول نخدم بها لان العجينه كتكون لينه ورطبه بزاف، وكنسرحها بهذه الطريقه هذه. فالطريقه سهله بزاف ما فيهاش حتى تعقيد، رغم انني غادي ندير معكم اكثر من وحده. فكناخذ الشوكولا اولا الحشوه اللي بغيت، كندير واحد الملعقه صغيره اولا الحجم اللي بغيت، نقدر نزيد اكثر، وكنزير في الجوانب. كنحاول ندخل الجوانب قد ما قدرت الوسط بهذا الشكل هذا. ناخذ هذا الشكل هذا وكنديرها في المول ديالي. وكنبدا بالثانيه. فقد ما رققتيها ودرتي ليها الحشوه ولويتيها قد ما كتعطيك الشكل رائع. فكنبدا ندير الكاستر او كريم باتيسير الثانيه، وكنلصق الجوانب جيدا ثم كندفعهم للداخل بهذا الشكل هذا. فقط كتدفعيهم وكتلوي. ونبدا معكم الثالثه اللي غادي نحشي بالمربى اولا بكونفيتير. كما هذا كنحشي وكنحاول ندخل الجوانب لداخل، ونستمر بهذه الطريقه. فنقدروا فقط نستعملوا حشوه واحده، يا نديروا الكاستر اولا كريم باتيسير كله اولا الشوكولا ولا مربى. فانا متوفرين عندي في الدار كلهم، وحبيت نوريكم الطريقه بثلاثه كيفاش كيجيو ثلاثه، ولكم الاختيار باش تختاروا النكهه اولا الحشوه الوحيده اللي غتعجبكم. وكنستمر بهذه الطريقه هذه اللي ديما كنسد الجوانب وكنحاول ندفع الجوانب الاخرى للداخل باش ما تخرجش لي الحشوه. كذلك ديال المربى كما كنعرفوا مربى سائل اكثر من الشوكولا والكاسره ولا كريم باتيسير، فهو كيكون سائل اكثر. كنحاولوا معاه نجمعوا الجوانب جيدا ثم كنلويو وندخلوا قد ما قدرنا ندخلوا لداخل العجين. وكذلك الشوكولا اللي كتخرج بالصهد اولا بالحراره ديال الفرن كتحاول تخرج لينا من الداخل. وكنستمر بهذه الطريقه هذه حتى نكمل الطاوه ديالي اولا المولات ديالي كلهم.
بعد ما كان نعمر المولات ديالي اولا كنعمرهم كاملين كما كتلاحظوا عطاتني 16 حبه عفوا، وكنخليهم تيخمروا. بعد ما خمروا كناخذ زيزوار اللي كنحاولوا نقطعوا به فقط الفوق اللي كيعطينا الشكل رائع، وكل مره كندهنوه بالزيت باش يساعدنا في التقطيع، لان العجينه لينه بزاف ورطبه بزاف، وكل وحده كنقطعوا ليها فقط الفوق اللي كتعطينا شكل ورده. من بعد ما كطيب وكتخرج الحشوه كتكون بارزه، فقط كنقطعوا غير شويه عفوا، ماشي كنقطعوا بزاف، فقط تتبان الحشوه. وكنستمر كنفلحهم كاملين، وكل مره كندهن بالزيت. كيما شرط العجينه كتكون رطبه بزاف، خصوصا بعد ما خمرات فكتطلق. بعد ما فلحتهم كاملين كنجيب البيضه اللي كنخلط معها قليل من الحليب، وكنبدا ندهن ليها الجوانب وحتى الداخل ديال الحشوه. المهم ما نخلي حتى جانب بلاصه فيها ما تكونش مدهونه، كندهنها كامله على قد المستطاع ديالك. حاولي تدهنيها كامله باش تعطيك داك اللون الذهبي الرائع، لان العجينه بعد ما كتدخل الفرن او هاد البريوش مادلين ملي كيدخل الفرن كيتنفخ وكيبان لك البلاصه اللي ما مدهونش، وكيخرجوا كيجيب هاد الشكل هذا الرائع اللي كيشهي، اللي غيحمر لك وجهك ما بين الضياف ديالك واهلك في البيت. كنتمنى تعجبكم وتجربوها، وكنشكركم على متابعه ديالكم للفيديو، وكذلك على التفاعلات ديالكم المحتويات ديالي، وكنشكركم على التعليق واللايكات والتشجيعات ديالكم واحد بواحد، وكنقول لكم شكرا الف شكر، والى اللقاء حتى الفيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كنتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة. ورجعت لكم فيديو جديد كما كتلاحظوا، رجعت لكم بجديد طبعا من بريوش كب كيك اولا بريوش مادلين. كما كتلاحظوا كيكون خفيف ورطب، والبنه يا سلام منقولش لكم على البنه. كما كتلاحظوا بالكاستر اولا كريم باتيسير اللي زينت بقليل من البيرميسيل، وكذلك 3 نكهات بالمربى اللي كيجي كما كتلاحظوا كما جمعتيه كيبقى كما هو ورطب، اللي زينت بقليل من اللوز المهرمش اولا مهراس، وكذلك بالشوكولا اللي زينت بقليل من الكوك اولا جوز الهند اللي كيجي رائع وخفيف.
والشكل اللي كيحمر الوجه. 3 نكهات كما كتلاحظوا. كنتمنى يعجبكم هاد البريوش بريوش مادلين اولا كاب كيك، وكنشكركم على تفاعلات ديالكم على المحتوى ديالي. وغنمشيو للطريقه ديال التحضير والمقادير اللي كنحتاجو. نصف كاس من حليب بودره اولا حليب الغبره، نصف كاس من السكر، وكذلك نصف كاس من الزيت، بيضه كامله، ملح طبعا على حسب الذوق، وطبعا كنحتاج الخميره الفوريه، ملعقه كبيره، وكيس من فانيلا من عيار اولا 8 غرام عفوا، من فئة 8 غرام، و600 غرام من الدقيق. وطبعا كنحتاجو الماء، كاس ونص من الماء. كما عودتكم دائما كنجيب لكم الجديد وكنحضروه بالطريقة كتكون بسيطة، والمكونات كذلك بسيطة، والشكل جميل والمذاق. كناخدو السكر مع الخميرة وكذلك الملح وفانيلا، كنخلطوهم مع كاس ديال الماء وكنخليهم 1 دقيقة تتبدا الخميرة تطلق شوية كما كتلاحظوا. وكنزيد البيضة كاملة، ثم كنزيدو نصف كاس من الزيت. ملي كنخلطوا العناصر ديالي جيدا كنزيد نصف كاس من نيدو اولا حليب بودره، 600 غرام ديال الدقيق، ونصف كاس من الماء. كما كنشير لي دائما فالدقيق هو اللي كيلعب الدور. كاين الدقيق اللي كيشرب الماء اولا الحليب او اي سوائل اللي كتعجنيه به، وكاين الدقيق اللي ما كيشربش. فانا خدا ليا فقط كاس ونص، والعجينه كنحاول على قدر المستطاع تكون لينه ما تكونش قاصحه. فانا استعملت نص كاس ونصف من الماء، كاس في البدايه مع المكونات والخميره، ثم نصف بعد العجين. فكنحاول نعجنها جيدا واخا كتلصق، ومن بعد غندهن ايديا بقليل من الزيت باش نجمعها بهذه الطريقه، ونخليها تخمر واحد نصف ساعه. كما كتلاحظوا بقى ليا نص كاس ديال الماء، ومن بعد نغطيها ونخليها نصف ساعه باش تخمر. بعد ما دازت نصف ساعه كنبدا ناخذ العجينه ديالي وندهن. طبعا يدي ديما يكون مع حدايا الزيت لان العجينه كتلصق ورطبه بزاف. وكنحاول ناخذها على هذا الشكل هذا، ونبدا نقطع فيها كويرات تكونوا صغار، يكون الحجم ديالهم صغار بزاف. وكنبدا نقطع فيهم. فانا الكميه ديال 600 غرام ديال الدقيق عطاتني 16 حبه، اللي يكون الحبه كتكون كنحاول تكون على قد اختها. من بعد ما خديت 16 حبه كما كتلاحظوا، فانا كناخذ الطاوه ديالي اولا الصينيه، وكناخذ المولات الصغار اللي غندهنو بالدقيق، وكذلك المكونات اللي غنحشي بهم مربى الكاستر اولا كريم باتيسير، وكذلك الشوكولا السائله. فهادو هما المكونات اولا اللي غنحشي بهم العجين ان شاء الله. والمول كما سبقت وقلت كندهنو بقليل من الزيت اولا الزبده، ونرش عليه الدقيق بهذا الشكل هذا. من بعد
كنبدا ناخد العجين ديالي، كندهن سطح العمل قليل من الزيت كما شرت وقلت دائما. الزيت كنحاول نخدم بها لان العجينه كتكون لينه ورطبه بزاف، وكنسرحها بهذه الطريقه هذه. فالطريقه سهله بزاف ما فيهاش حتى تعقيد، رغم انني غادي ندير معكم اكثر من وحده. فكناخذ الشوكولا اولا الحشوه اللي بغيت، كنت ملعقه صغيره اولا الحجم اللي بغيت، نقدر نزيد اكثر، وكنزير في الجوانب. كنحاول ندخل الجوانب قد ما قدرت الوسط بهذا الشكل هذا. ناخذ هذا الشكل هذا وكنديرها في المول ديالي. وكنبدا بالثانيه. فقد ما رققتيها ودرتي ليها الحشوه ولويتيها قد ما كتعطيك الشكل رائع. فكنبدا ندير الكاستر او الكريم باتيسير الثانيه، وكنلصق الجوانب جيدا ثم كندفعهم للداخل بهذا الشكل هذا. فقط كتدفعيهم وكتلوي. ونبدا معكم بالثالثه اللي غادي نحشي بالمربى اولا بكونفيتير. كما هذا كنحشي وكنحاول ندخل الجوانب لداخل، ونستمر بهذه الطريقه. فنقدروا فقط نستعملوا حشوه واحده، يا نديروا الكاستر اولا كريم باتيسير كله اولا الشوكولا ولا مربى. فانا متوفرين عندي في الدار كلهم، وحبيت نوريكم الطريقه بثلاثه كيفاش كيجيو بثلاثه، ولكم الاختيار باش تختاروا النكهه اولا الحشوه الوحيده اللي غتعجبكم. وكنستمر بهذه الطريقه هذه اللي ديما كنسد الجوانب وكنحاول ندفع الجوانب الاخرى للداخل باش ما تخرجش لي الحشوه. كذلك ديال المربى، كما كنعرفوا مربى سائل اكثر من الشوكولا والكاسره ولا كريم باتيسير، فهو كيكون سائل اكثر. كنحاولوا معاه نجمعوا الجوانب جيدا ثم كنلويو وندخلوا قد ما قدرنا ندخلوا لداخل العجين. وكذلك الشوكولا اللي كتخرج بالصهد اولا بالحراره ديال الفرن كتحاول تخرج لينا من الداخل. وكنستمر بهذه الطريقه هذه حتى نكمل الطاوه ديالي اولا المولات ديالي كلهم. بعد ما كنعمر المولات ديالي اولا كنعمرهم كاملين كما كتلاحظوا عطاتني 16 حبه عفوا، وكنخليهم تيخمروا. بعد ما خمروا كناخذ زيزوار اللي كنحاولوا نقطعوا به فقط الفوق اللي كيعطينا الشكل رائع. وكل مره كندهنوه بالزيت باش يساعدنا في التقطيع، لان العجينه لينه بزاف ورطبه بزاف. وكل وحده كنقطعوا ليها فقط الفوق اللي كتعطينا شكل ورده. من بعد ما كطيب وكتخرج الحشوه كتكون بارزه، فقط كنقطعوا غير شويه عفوا، ماشي كنقطعوا بزاف، فقط تتبان الحشوه.
وكنستمر كنفلحهم كاملين، وكل مرة كندهن بالزيت. كيما شرط العجينة كتكون رطبة بزاف، خصوصا بعد ما خمرات فكتطلق. بعد ما فلحتهم كاملين كنجيب البيضة اللي كنخلط معها قليل من الحليب، وكنبدا ندهن ليها الجوانب وحتى لداخل ديال الحشوة. المهم ما نخلي حتى جانب طبلاصه فيها ما تكونش مدهونه، كندهنها كامله على قد المستطاع ديالك. حاولي تدهنيها كامله باش تعطيك داك اللون الذهبي الرائع. لان العجينه بعد ما كتدخل الفرن او هاد البريوش مادلين ملي كيدخل الفرن كيتنفخ وكيبان لك البلاصه اللي ما مدهونش، وكيخرجوه كيجيب هاد الشكل هذا الرائع اللي كيشهي، اللي غيحمر لك وجهك ما بين الضياف ديالك واهلك في البيت. كنتمنى تعجبكم وتجربوها، وكنشكركم على متابعه ديالكم للفيديو، وكذلك على التفاعلات ديالكم المحتويات ديالي، وكنشكركم على التعليق واللايكات والتشجيعات ديالكم واحد بواحد، وكنقول لكم شكرا الف شكر، والى اللقاء حتى الفيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة، ورجعت لكم فيديو جديد. كما كتلاحظوا رجعت لكم بجديد طبعا من بريوش كاب كيك او بريوش مادلين. كما كتلاحظوا كيكون خفيف ورطب، والبنة يا سلام، منقولش لكم على البنة. كما كتلاحظوا بالكاستر او كريم باتيسير اللي زينت بقليل من الفيرميسيل، وكذلك 3 نكهات بالمربى اللي كيجي كما كتلاحظوا. كما جمعتيه كيبقى كما هو ورطب، اللي زينت بقليل من اللوز المهرمش او مهراس، وكذلك بالشوكولا اللي زينت بقليل من الكوك او جوز الهند اللي كيجي رائع وخفيف، والشكل اللي كيحمر الوجه. 3 نكهات كما كتلاحظوا. كنتمنى يعجبكم هاد البريوش بريوش مادلين او كاب كيك، وكنشكركم على التفاعلات ديالكم على المحتوى ديالي. وغنمشيو للطريقه ديال التحضير والمقادير اللي كنحتاجو: نصف كاس من حليب بودره او حليب الغبره، نصف كاس من السكر، وكذلك نصف كاس من الزيت، بيضه كامله، ملح طبعا على حسب الذوق، وطبعا كنحتاج الخميره الفوريه، ملعقه كبيره، وكيس من فانيلا من عيار او 8 غرام عفوا،
من فئة 8 غرام و600 غرام من الدقيق. وطبعا كنحتاجو الماء، كاس ونص من الماء. كما عودتكم دائما كنجيب لكم الجديد وكنحضروه بالطريقة كتكون بسيطة والمكونات كذلك بسيطة والشكل جميل والمذاق. كناخدو السكر مع الخميرة وكذلك الملح وفانيلا، كنخلطوهم مع كاس ديال الماء وكنخليهم 1 دقيقة تتبدا الخميرة تطلق شوية كما كتلاحظوا. وكنزيد البيضة كاملة ثم كنزيدو نصف كاس من الزيت. ملي كنخلطوا العناصر ديالي جيدا كنزيد نصف كاس من نيدو اولا حليب بودرة، 600 غرام ديال الدقيق، ونصف كاس من الماء. كما كنشير لي دائما فالدقيق هو اللي كيلعب الدور. كاين الدقيق اللي كيشرب الماء اولا الحليب او اي سوائل اللي كتعجنيه به، وكاين الدقيق اللي ما كيشربش. فانا خدا ليا فقط كاس ونص. والعجينه كنحاول على قدر المستطاع تكون لينه ما تكونش قاصحه. فانا استعملت نص كاس ونصف من الماء، كاس في البدايه مع المكونات والخميره، ثم نصف بعد العجين. فكنحاول نعجنها جيدا واخا كتلصق، ومن بعد غندهن ايديا بقليل من الزيت باش نجمعها بهذه الطريقه ونخليها تخمر واحد نصف ساعه. كما كتلاحظوا بقى ليا نص كاس ديال الماء، ومن بعد نغطيها ونخليها نصف ساعه باش تخمر. بعد ما دازت نصف ساعه كنبدا ناخذ العجينه ديالي وندهن. طبعا يدي ديما يكون مع حدايا الزيت لان العجينه كتلصق ورطبه بزاف. وكنحاول ناخذها على هذا الشكل هذا ونبدا نقطع فيها كويرات تكونوا صغار، يكون الحجم ديالهم صغار بزاف. وكنبدا نقطع فيهم. فانا الكميه ديال 600 غرام ديال الدقيق عطاتني 16 حبه، اللي يكون الحبه كتكون كنحاول تكون على قد اختها. من بعد ما خديت 16 حبه كما كتلاحظوا، فانا كناخذ الطاوه ديالي اولا الصينيه وكناخذ المولات الصغار اللي غندهنهم بالدقيق وكذلك المكونات اللي غنحشي بهم، مربى الكاستر اولا كريم باتيسير وكذلك الشوكولا السائله. فهادو هما المكونات اولا اللي غنحشي بهم العجين ان شاء الله. والمول كما سبقت وقلت كندهنو بقليل من الزيت ولا الزبده ونرش عليه الدقيق بهذا الشكل هذا. من بعد كنبدا ناخذ العجين ديالي كندهن سطح العمل بقليل من الزيت. كما شرط وقلت دائما الزيت كنحاول نخدم بها لان العجينه كتكون لينه ورطبه بزاف، وكنسرحها بهذه الطريقه هذه. فالطريقه سهله بزاف ما فيهاش حتى تعقيد، رغم انني غادي ندير معكم اكثر من وحده. فكناخذ الشوكولا اولا الحشوه اللي بغيت، كنت واحد ملعقه صغيره اولا الحجم اللي بغيت، نقدر نزيد اكثر. وكنزير في الجوانب، كنحاول ندخل الجوانب قد ما قدرت الوسط بهذا الشكل هذا. ناخذ هذا الشكل هذا
وكنديرها في المول ديالي. وكنبدا بالثانيه. فقد ما رققتيها ودرتي ليها الحشوه ولويتيها قد ما كتعطيك الشكل رائع. فكنبدا ندير الكاستر او الكريم باتيسير الثانيه، وكنلصق الجوانب جيدا ثم كندفعهم لداخل بهذا الشكل هذا. فقط كتدفعيهم وكتلوي. ونبدا معكم بالثالثه اللي غادي نحشي بالمربى اولا بكونفيتير. كما هذا كنحشي وكنحاول ندخل الجوانب لداخل، ونستمر بهذه الطريقه. فنقدروا فقط نستعملوا حشوه واحده، يا نديروا الكاستر اولا كريم باتيسير كله اولا الشوكولا ولا مربى. فانا متوفرين عندي في الدار كلهم، وحبيت نوريكم بالطريقه بثلاثه كيفاش كيجيو بثلاثه، ولكم الاختيار باش تختاروا النكهه اولا الحشوه الوحيده اللي غتعجبكم. وكنستمر بهذه الطريقه هذه اللي ديما كنسد الجوانب وكنحاول ندفع الجوانب الاخرى للداخل باش ما تخرجش لي الحشوه. كذلك ديال المربى، كما كنعرفوا مربى سائل اكثر من الشوكولا والكاسره ولا كريم باتيسير، فهو كيكون سائل اكثر. كنحاولوا معاه نجمعوا الجوانب جيدا ثم كنلويو وندخلوا قد ما قدرنا ندخلوا لداخل العجين. وكذلك الشوكولا اللي كتخرج بالصهد اولا بالحراره ديال الفرن كتحاول تخرج لينا من الداخل. وكنستمر بهذه الطريقه هذه حتى نكمل الطاوه ديالي اولا المولات ديالي كلهم. بعد ما كنعمر المولات ديالي اولا كنعمرهم كاملين كما كتلاحظوا عطاتني 16 حبه عفوا، وكنخليهم تيخمروا. بعد ما خمروا كناخذ زيزوار اللي كنحاولوا نقطعوا به فقط الفوق اللي كيعطينا الشكل رائع، وكل مره كندهنوه بالزيت باش يساعدنا في التقطيع، لان العجينه لينه بزاف ورطبه بزاف. وكل وحده كنقطعوا ليها فقط الفوق اللي كتعطينا شكل ورده. من بعد ما كطيب وكتخرج الحشوه كتكون بارزه، فقط كنقطعوا غير شويه عفوا، ماشي كنقطعوا بزاف، فقط تتبان الحشوه. وكنستمر كنفلحهم كاملين، وكل مره كندهن بالزيت. كيما شرط العجينه كتكون رطبه بزاف، خصوصا بعد ما خمرات فكتطلق.
بعد ما فلحتهم كاملين كنجيب البيضه اللي كنخلط معها قليل من الحليب وكنبدا ندهن ليها الجوانب وحتى لداخل ديال الحشوه. المهم ما نخلي حتى جانب كبلاصه فيها ما تكونش مدهونه، كندهنها كامله على قد المستطاع ديالك. حاولي تدهنيها كامله باش تعطيك داك اللون الذهبي الرائع. لان العجينه بعد ما كتدخل الفرن او هاد البريوش مادلين ملي كيدخل الفرن كيتنفخ وكيبان لك البلاصه اللي ما مدهونش وكيخرجوه، كيجيب هاد الشكل هذا الرائع اللي كيشهي، اللي غيحمر لك وجهك ما بين الضياف ديالك واهلك في البيت. كنتمنى تعجبكم وتجربوها، وكنشكركم على متابعه ديالكم الفيديو وكذلك على التفاعلات ديالكم المحتويات ديالي، وكنشكركم على التعليق واللايكات والتشجيعات ديالكم واحد بواحد، وكنقول لكم شكرا الف شكر، والى اللقاء حتى الفيديو جديد ان شاء الله.